طبعا احنا كاتبين في البوستر ان احنا هنتكلم عن تجربتي في الاردن. تحيه كبيره قوي لاصحاب الاردنيين اللي موجودين النهارده في المكان، بيحبوا مصر جدا. الاردن بلد جميله قوي قوي ونظيفه، بس هي ما فيهاش انشطه شويه، يعني مش زي مصر، ما فيش زي مصر طبعا. البلد غاليه بطريقه، نص فرخه وكوبايه عصير 2000 جنيه. ايه ده؟ فاتوره غاز، اول فاتوره غاز، وانا قعدت يا دوب 20 يوم في الاول ولسه ما شغلتش تدفئه ولا اي حاجه. احنا في نعمه اقسم بالله، ده انا راجع بلحس تراب مصر وبتمضمض بيه وبس، يعني كل حاجه في تراب مصر. والله العظيم رحت الاردن اقسم بالله. لا والله العظيم احنا في نعمه، احنا والله العظيم 3 في نعمه. فقلت بلد ظريفه والدنيا لطيفه، بس هم كان في اجماع كده ان دايما بيحذروني من التحرش هناك. الاردن ما فيهاش تحرش خالص. يعني انا رحت شوارع الساعه 2 بالليل و3 بالليل، رحت اماكن سهر ورحت اماكن شغل، وكل ما شفتش حاله تحرش واحده. طبعا الرجاله مستاءه كده، شايفه ايه الحياه البائسه دي؟ ايه الحياه اللي ما فيهاش انتهاك دي ونهرش يا ليه صح؟ طبعا البنات دلوقتي قاعده دي احداث تتامل الحياه دي، اللي هو ايه ده، انزل عادي واسافر وبتاع. البلد هناك ما فيهاش تحرش خالص، ودايما بيحذروا من الموضوع ده، وقالوا لي استنى انت لما يحصل اي حركه من البنت اللي قدامك، ساعتها انت تبقى رد فعل ما تعملش فعل. قلت ماشي، انا وجاذبيتي بقى على الله، ثقه غير مفهومه على الله، ارزق يا كريم. قاعد في غربه لوحدي في بلد غاليه، لعل وعسى، قاعد في ارت سبيس، فجاه قاعد لوحدي معايا اللابتوب، فجاه دخلت بنت. انا احتراما لجمالها وجاذبيتها مش عايز اقول ولا وصف فيها. عارف انت لما في بنت تعدي فكل حاجه في الدنيا بتقف؟ مش قصدي يخرب بيت زي الافلام كده تلاقي عارف انت اللحظه اللي هو في الاكشن لما في العربيه بتنط من تل لتل فتلاقي كل حاجه عملت كده، والبرفيوم بتاعها انت بتشمه وبتدوق ريحه عسل، بتدوق طعم حلو، وطرقعه الكعب يا اختي احلى درامز في الدنيا. انا احتراما لاسرتنا كمصريين دايما لما بسافر بره براعي جدا ان احنا كمصريين لازم نبقى واجهه محترمه لبلدنا، فعشان كده بفضل مركز في اللي انا بعمله بعيد عن اللي بيحصل ده، ومركز في اطار الفريم بتاع اللابتوب وخلاص. انا بشتغل نفسي دلوقتي، مش بشتغل خلاص، الشغل راح. بنت بمجرد ما دخلت، هو برضو ربنا ما بيديش كل حاجه، هي كانت بتتميز بغباء عظيم الحقيقه. والله سابت المكان كله، ارت سبيس كبير جدا، سابت المكان كله وقعدت قدامي. طب ليه التعذيب ده طيب؟ وليه الاختبارات دي؟ انا لما بدخل مكان والاقي في بنت واحده ما بقعدش ابدا في وش الفريم بتاعها كده، بحس ان ده درجه من درجات التحرش. طب انت دلوقتي اقعدي كده شويه كده شويه الوحيني، لكن مش. طبعا اللابتوب اصلا راح مني خلاص، لابتوب بقيت بنغزه يا اسطى، انا دايس شيفت يابا انا اتحركت دلوقتي. لا هو اللابتوب مش بروز القطنيه وقاعد لها بقى بسعاده فلاحي عظيمه. بدات افقد التركيز، وبعدين في احدى محاولات الهرب الضعيفه من القرنيه كراجل، لان هي لما عدت، انتوا عارفين لنا بصه واحده يعني، عدت صوت ساره تمر مسرعه في حياتي. خدت النمر بسرعه، بس ده عشان ما يبقاش فيه مشاكل لاحقا، ابقى فاهم انا قاعد فين يعني. فالقرنيه غصب عني، ما احنا بس ده بعد 45 دقيقه، يعني انا منتظر ان الويتر يخش يديني البرونزيه ويقول لي متابعينك في الكاميرات يا استاذ، والله ده انت برافو عليك، دي تعبانه بقى لها كذا شهر، منتظر اي تقدير او ابريشيت، مفيش. فعيني كده خرجت، لقيت عيني جت في عينيها وبتضحك، واحنا عارفين ضحكت. انا قلت حاجه يا اسطى؟ فانا طبعا اهدي انتي حضرتك انا شخصيا بقيت جاهز لاي طموحات من الفرحه والفخر، واللي هو اوكي. فقلت لها انا، فبعتت لي بوسه في الهوا.
انا مش عايز فرمون يعدي من البوسه دي، عايز اخدها كلها في حياتي. فقلت لا لا لا، ما هو انا اكيد فاهم غلط، ما هو مفيش كده. فقلت له ايش حضرتك عشان حضرتك موظف السؤال يعني بعيد كده. انا لا بقى. طيب انت دلوقتي مصري، لازم تبقى شيك لطيف متحضر، اوجد جمله كده تدخل بيها تبقى كده اهو، حاجه كده تشرفنا كلنا في المسرح. عملت حسابكم والله من قبل ما اشوفكم. فقايم بفكر في دخله، بس انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي خالص بقى، اللي هو انت عارفه ان ما فيش الكلام ده، اكيد مش هقول لها عينيكي في حزن دفين والكلام الفارغ بتاع الناس اللي بتجي لكم على الازر دي، اللي هو عايز ابقى كلبك وخدامك وخرا اللي والله حاجه خرا قوي. عمال افكر وبعدين انتبهت ان في جمله سهله جدا وانا شايف ان انا هقولها بصدق وفخر في نفس الوقت، بس اهم حاجه الدخله. كان في زمان مسلسل عامل لي خرم في دماغي اسمه رينو رينز، لو حد من جيل بقى الايه الخمسينات. بسال حاجه اما تروح انت وهو، واحد معاه موتوسيكل هارلي كده بس كان حركاته بدأس شويه يعني. فرحت ساحب الكرسي، افتكرت صاحبته للكرسي كنت بحبها جدا، انا تافه برضه على فكره يعني، في طفل جوه ساحب الكرسي. عارفين انتوا السحبه اللي تسحب الكرسي كده وتقعد مره واحده على طول من غير ما تقعد بقى تتعدل وتقعد انا عايز زيو على طول كده، تمام. فدخلت بكل هدوء، قلت لها مساء الخير زيو، انا علي من مصر. انا علي من مصر. لا ايه وحشه قوي، ما انا علمت. انا ليه قلت انا علي من مصر؟ لان مصر دايما لما بسافر اي بلد بره سواء لحفله او ما بسافرش غير عشان حفلات، انا مش فلوس اروح في حته، بس كل مره بلاقي ان احنا فعلا محبوبين جدا 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 وثقافتنا مسيطره بدون ادنى منافسه، مفيش منافسه خالص مع الثقافه والفن المصري. وفي ناس كتير جدا ممكن تعمل معاك واجب لمجرد ان انت بتتكلم مصري. احنا كنا في مطعم في مره، فكنا في دبي والراجل سمعني بتكلم مصري ما رضيش ياخد حساب الاكل عشان بس ان انا في امل اشوف عادل امام. امل بعيد جدا. لا ده عشان خاطر استاذ عادل امام، سلمنا عليه بقى. ايوه سلموا، اقول له مين؟ يعني انا لو وقفت في الشارع يا استاذ عادل وخرج لي بالبورنوس هقول له في واحد من ضمن 500 مليون عربي بيحبوك بيسلم عليك، اكيد مش هينفع. فالمصريين دايما انا بقول ان انا مصري بيهتموا جدا يتناقشوا معايا، بالذات لما اروح بصفتي فنان. فانا لما قلت كده بالذات في الاردن بيحبونا جدا، هم بس في شويه مشاكل هم موجودين وهيفهموا اللي انا بقوله ده. هم لهجتهم صعبه جدا، يعني بخصوص عادل امام مثلا، هم بيبقى بيتكلم معاك كلام عنيف قوي وفجاه يقول لك اسمع. انا قلت ايه؟ انا قلت حاجه لها علاقه بثقافتهم، حاجه لها علاقه بالدين، حاجه لها علاقه في ايه. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي بهدوء شديد جدا، اسمع، والتبريئه مخيفه. انا سامع، قول. التوتر فشيخني، خلص. انا عايز اعرف الغلطه فين وهصالحك، بس انت بادئ الخناقه 18 من 10، اسمع دي هتطلقني بعد الجمله دي. نشرب قهوه. هو خلاص كده نشرب قهوه بعدين نتخانق؟ يعني ده بروسس عندكم، حاجه في الثقافه يعني، ولا نشرب قهوه ايه؟ انت قلت لي اسمع دلوقتي، اسمع. هسه يمين، هنخش يمين عادي. هو في ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، هو في يا جماعه؟ وهم اصلا عندهم مثل بيقول لك هيبتنا، الهيبه بتاعتنا في كشرتنا. طول ما انت كده انت راجل عندك هيبه. انت كده جوزك اختي، كده اختي مشاعرها تتحرك تجاهك، مش هتقدر تمسك نفسها وهي منتظره تبادل القبل في غفله من رجال الامن. انت كده راجل ناخد برايك في مشاكلنا، لكن هتدخل عريس مبتسم وجاي من الابوار، لا، عند امك هناك. عايزين راجل عنده هيبه، وضع صعب. فعشان كده الهيبه بتاعتهم دي احنا بالنسبه لهم نسانيس.
والله قول اي حاجه. انا اول مره دخلت بنك هناك بصرف شيك، فوانا بتكلم الراجل قال لي انت مصري؟ قلت له انا مديك الباسبور وبتاع. مصري. قال لي والله احنا نحبكم وبتاع. قلت له يا سيدي القلوب عند بعضها. ايه وجهني يعني، عرفني احنا رايحين فين وانا هدوس عادي. ايه بقى رايك في الاردن؟ انت عايز اتكلم؟ اتكلم. وانا بتكلم كلمه في اتنين بس البلد غاليه الحكايه، بضرب بعيني كده. بعد ما استرسلت شويه في ان البلد غاليه، لقيت في نص دايره حواليا كده، بس حلوه البلد والدنيا تمام يعني. انا طبعا مبسوط والجو نضيف عندكم، ما انا بقول كلام حلو اهو العيال، بس اللي واقفه بتركيز انا مش عارف هو ده حماسه ان هم هيتكاتروا على واحد ولا مبسوطين بجد. فعند مرحله قلت لهم يا جماعه في ايه؟ الوقفه دي وقفه يا خناق يا مرل بقى، في مرل هيطلع هنصبح بعضينا دلوقتي يعني. دي وقفه الامه دي عارفها، فاللي هو فهموني في ايه. اتاري ان هم مبسوطين جدا ان انا بتكلم مصري، الى ان قام كهل عجوز هناك مسن، هو فرد امن زي عندنا برضه، اللي هو خلاص يعني ما تفهمش هيحمينا من ايه، من الحسد تقريبا. هو بركه، حاج بركه. الحاج البركه عندنا معروف، يا بيقف فرد امن يا بيقعد في البيت زي يوم الجمعه كده، جلباب ابيض في يوم جمعه قاعد على العفش كده وبيتحول لكائن بوذي مش فاهمينه. تقول له اي حاجه يقول لك يا حاله من الحمد الجميل، وما عندوش اي طلبات، انت ورزقك يعني. هو بيتعامل مع الشاي ان هو زكاه. الحاله الوحيده اللي بياخد فيها قرار لما خلاص اللي عايز ينام يدخل يقول هاشتاج في المطلق نوم. عنده من الحكمه انه فاهم، مش محتاج يرغي، مش يلا عشان ننام، مش يلا نوم. هاشتاج على تويتر، روح انت شوف بقى بتستغطى ازاي ولا بتتنيل ازاي. فقام الكهل العجوز، نعم يا اختي، ما يجراش حاجه. دخل الكهل العجوز ده بص لي بكل ثبات وقال لي ده انا غلبان. طبعا انا غلبان دي كنت بسمعها مره كل 6 دقائق في الاردن، واتضح ان هي عقيده قتاليه هناك. يعني هو لما يقول لك انا غلبان انت لازم تقول له انا غلبان برضه، متعه متبادله يعني، ما ينفعش تنبسط لوحدك. فانا اول ما قال لي انا غلبان، ده كان اول انا غلبان اسمعها، فقلت له عادل امام قال لي انا غلبان. يلا نبدل بقى يعني شوف. فالموظف قال لي قول له انا غلبان. قلت له انا غلبان. قال لي ورجع يحمي البنك من الحسد. لما تروح الاردن وتقول لاي حد عن اي حاجه فيقول لك ده انا غلبان، اوعى تتاخر، لازم تبقى بينج بقى انت شطارتك بقى. يقول لك انا غلبان، قول له غلبان على طول، هتلاقيه ابتهج بجد. فهم لهجتهم صعبه جدا، وحكايه التكشير دي هي ماشيه في الحياه عندهم كده. انا كنت باكل عندهم اكله اسمها منسف. الاكله دي عباره عن ايه؟ رز كده بسمتي اصفر وعليه جميد او لبن اسمه جميد. هو لبن مكلتم كده شويه يعني، مش سايل، مش زي الحليب كده، وحتت لحمه ملبسه. فهو الموضوع كله جماع في جماع كده، في حتى الموضوع مريب جدا. ولازم تاكل، ليه اداب، ليه عقيده قتاليه برضو. لازم ايدك الشمال ورا ظهرك ونقف زي البريان المرصوص، لان في حد هيشوط اللحمه علينا تقريبا. وتركز، تقف انتباه كده، ضامم رجلك عشان كلام الناس تقريبا، وتخلي بالك لان ايدك اليمين وهي بتتحرك انت لازق في حوض واحد تاني، فما تهيصش في الترابيزه، خليك في الحته اللي قدامك دي على طول. ايدك تاكل بايدك، ما تاكلش معلقه، لو اكلت معلقه يقولوا عليك مش كويس. ايه تاكل؟ انت جد ضايقنا يعني، ما ينفعش. احترم نفسك كده وكل بايدك. فانت بتمد بايدك تدحبرها يعني تكورها لا مؤاخذه زي كره التنس كده، وتقعد تدحبر وكأنه تمرين لمراهق. او للاستاذ محمد بتاع المجال الصناعي يعني شوف انت ميولك ايه وروح. تقعد تدحبر وبعدين تبص على ايدك تلاقي مليانه لبن ابيض مع صفار، فتحس ان انت كنت في مرحله حميميه خاصه جدا وحد قطعها عليك في الاخر
تفكرك بايام اعدادي، فاكرينها رجاله بتاع زمان الجميله دي. تدحبر تدحبر، واحنا قاعدين بناكل بقى بايدينا بركابنا وبالجزم في الصحن. فجاه الهيجين يقفش معاهم، النظافه بقى. فلا لما تدحبرها وايد واحد معديه في ايدك، وفي حد عشان يكرمك فيحط لك لبن على ايدك، وده اصلا اوسخ من كل اللي انا قلته. موتر جدا. انا اعرف الوش، الرقبه، الظهر، لكن على الايد دي مش مفهومه. مش مفهومه خالص بالنسبه لي الحقيقه، وكانت مهينه قوي يعني. فايدك خلاص بقى، وبعدين مش عارف تجيبها في مين. ما هو مش كلهم حطوا عليك خلاص. كارثه بنت لذينه، كارثه وحشه قوي يعني. لما بفتكرها بتوتر. تقعد تحبرها، بس الهيجين بقى بيقفش في ايه؟ ان وانت بتاكلها القفها كده، الابهام ما يلمسش شفايفك احتراما لايادي الناس اللي متعاصه لبن اللي داخله في حياتنا. الكلام ده كله هنا الهيجين بيحبك. وفي واحد داخل اصلا كان لسه مولع سيجاره بيرميها وبيحط ايده في البتاع، وحد طالع بيقول لك الحمام ما فيهوش ميه. بيشتغلونا. تودي لهم استاذ محمد بتاع المجال الصناعي يظبطهم دول كلهم. فوانا واقف بتكلم معاهم قالوا لي انت بقى مصري مش هتعرف، وخلي بالك المنسف ده بينيم وبتاع. ولا بينيم ولا نيله، ده اكذوبه يعني. انا اكلته اول مره ورحت سوقت لحد البترا، كان 450 كيلو عادي يعني. الله والله انك فراعنه. هم سهلين الانبهار جدا بالمصريين. مره التصوير عطل 4 ساعات واقفين على المشترك التركي ده اللي هو كام بقره كده في سلك. 4 ساعات عطلانين، مش عشان ما فيش مشترك، عشان مش عارفين ان احنا محتاجين مشترك. بس دول ما كانوش اردنيين الحقيقه، عشان يبقى كلامي واضح، وكانوا جنسيه تانية. فلما قلت لهم يا جماعه طب ما نجيب مشترك نحطه في النص، ياخد الكهرباء دي وياخد الكهرباء دي. والله انكم فراعنه. والله بنات الاهرامات دول. تخيل انت من الهرم لمشترك تركي. حاله عنيفه. الكلمات هناك صعبه جدا. لما بيسمعوك تتكلم مصري يقول لك تعالى اتكلم. يعني يوم المنسف ده في بنت معديه سمعتني بتكلم مصري، قالت لي ايه مصري؟ قلت لها اه. قلت له اتكلم. قلت اخرسي عشان اتكلم. سبحان الله، نفس الرزاله اللي عندنا. انت عايزه حاجه اديني فرصه اعملها لك. انا داخل مكان سهر في مره، كنت خارج في ديت مع واحده ما جاتش. تقريبا عندها تنبؤ بالمستقبل، او عرفت تقراني كويس، عرفت ان انا خطر بشكل ما. فوانا داخل لقيت بنت بتزق ولد في كتفه. طبعا الكلام مش فاهمه، شبه الروسي، على ما فهمتش هي بتقول ايه. انا امي ربتني ان لما الاقي بنت بتتعرض لايذاء بدني، اول حاجه افصل القوات واحميها وافهم ايه الموضوع بسرعه، عشان انا تحت التهديد دلوقتي. ممكن حد يخبطني في حاجه في وشي او حاجه، بس الاقل احميها واخد انا الضرب وحاجات. شكرا تمام. لا مش جايين رات فاتحه نقعد نسقف لامي كل شويه في هتتوتر مني دلوقتي، مش عايزه تتوتر. فانا اول ما دخلت شفت البنت بتزق الولد وان في مشكله، فصلت القوات زي ما امي علمتني، وقفت افهم ايه الحكايه، وبقول له انت مجنون في ايه يا بنت الناس؟ ايه اللي حصل؟ قالت جحرني. شايف الكلمه؟ انا سمعت الكلمه قلت يا ابن الفجره. علي ابن جزمه ليه الادب صحيح. والزياط بقى، وانتوا عارفيني في الزياط يختي. ازاي تشحرها يا ابن مش عيب عليك لما تشحر واحده؟ لقيت المكان كله سكت وبينظر الى هذا المتخلف، بما فيهم البنت اللي كانت لسه بيتم الاعتداء عليها. لقيت الناس كلها سكتت وبصت لي بنظره غريبه جدا. وفي مكان حتى المزيكا وقفت والليزر والباك لايت الناس كلها وقفت. وجاء الويتر، وزي ما احنا عارفين الويتر بيتكلم لغات مش مفهومه. يعني حد يدخل يقول له اقول له حاضر اجيب لك ترمس، هو عارف اللغه اللي جوه دي. فهو دخل قال لي انت مصري؟ قلت له اه. قال لي طب يعني ايه جحرها؟ انا كمان قال لي ايوه انت يعني ايه جحرها؟ فجربت لقم الفلاحين. قلت له انا عارف انت عارف.
ما جاتش خالص معايا. جربت شغل عيال صغيره، ايوه طبعا عارف، هو انت فاكر ايه؟ قال لي طب قول. قلت له جحرها. انا كل ده اللي في دماغي بالتصوير البطيء. لما احنا عندنا في مصر سحلني فيها حصان وحبل او واير وازاز وطوب وحاجات شغلانه في سحلني، ما بالك جحرني. جحرني دي ان في دب قطب بقى هيعتدي جنسيا على هيتفشخ الراجل. فجحرني دي اكيد كارثه بنت لذينه. فجحرني اكيد ده قصه. قلت له جحرها. في حد يعتدي؟ قال لي يعتدي ايه؟ اتاري جحرها معناها ايه؟ زغر لها. يعني انا كده جحركم، ودي حاجه طبعا مهينه للشرف، ما ينفعش. قلت لهم يا جماعه طب انا باخد موقف وكده، يعني على الاقل ما ينفعش ان بنت توصل لمرحله انها تزق راجل. وانت برضه بتزقي ليه؟ ما هو عشان بص لك بصه انت رخمه صحيح انت كمان. فدخل واحد قال لي هو انت مصري؟ ايوه، ما انا بقول بقالي شويه. قال لي والله انتوا فراعنه نحبوكم. الله. قلت له ايوه ده اللي بقوله ان انا مصري. قال لا كاس في صحته. قلت له لا انا عندي ديت هنا في ترابيزه رقم كذا. قال لي ما مشيت. قلت له مشيت. دي كانت اهانه تانية. لحد ما في يوم داخل انا مكان اشتري سماعه او حاجه للموبايل عشان وانا سايق اعرف اتكلم. فدخلت لقيت باب ازاز، عارفين الباب الازاز السكريت ده؟ فداخل فهو مش مكتوب ادفع ولا اسحب، يعني مش مكتوب. وانا طبعا بحترم جدا الحكايه دي ان هو ممكن يتكسر. فبسال الراجل من جوه بقول له سلام عليكم. فبص لي بهيبه طبعا، هو عادي مفيش حاجه، هو كان قاعد بيتفرج على حاجات بتضحك وعادي، هو تمام مفيش اي مشكله. قلت له من فضلك ازق ولا اسحب؟ قال لي ده طرب، ده طرب، احنا كده جايين ناكل نيفه بقى مش جايين. قلت له ايوه ازق ولا اسحب؟ بحاول اشرح بصريا الحكايه. انا هيبتنا في كشري. فزقيت الباب بشويش خالص كده، قلت يمكن قصده ان هو بيتفتح ويتقفل، يعني بيتزق ويتسحب عادي. فبزق الباب بشويش، ما انا خايف بقى ايه الباب عارفين انتوا الحظ العسر ابن اللذينه ده، حظ عسر جدا ان الباب يتكسر يقول لك الله يا صاحب الشغل اجي مش فيش داعي. فزقيت الباب بشويش، دخلت. اول ما دخلت قال لي سعد دينك. ايه؟ ديني ماشي. ايه اللي في الاول؟ سعد دينك ماشي، من غير صيحات هنود حمر في الاخر. انا عايز الفيرب بس اللي في الاول، عشان وانا بدي لك ابقى عارف ايدي كام في المية، يعني على قدها. مش عايز انا اللي اكبر الموضوع. ماله ديني؟ اتاري بيقول يسعد دينك. فقلت له يسعد من السعاده، السعاده اللي هي فيها فرحه وكده. قال لي يسعد دينك. قلت له يعني ايه؟ احنا عندنا الدين ده يعني مين هيعمل ايه فايه اللي يحصل؟ اديني خط دراما افهم يعني ايه هنبدا من فين نوصل فين؟ يسعد دي الله انت مصري يا دي ايوه. انا بكلمك في لغه عربيه دلوقتي، حاجه كومن جدا بيننا كلنا وبين بعض. يسعد دينك ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله انتوا المصري، اصل انت الوحيد اللي سالني على الباب بيتزق ولا بيتفتح فانا فرحان. قلت له اصلا بيتزق ولا بيتفتح؟ قال لي الاثنين. قلت له ديك السبب. ليه فرحان وليه انتظرت؟ ليه صابر وراضي مستني حد يسالك طالما هو بيتفتح كده وكده؟ يعني ليه كده؟ قال لي والله احنا يسعد ربك. اتاري ان يسعد دينك او يسعد ربك معناه ان هو ربك يسهل، بس هم ايه؟ شخصيه لغويه. وده على فكره في حاجات كتير. يعني مثلا اقول لهم عايزين ناكل حاجه يا جماعه، فيقول لك هنروح المطعم. اقول لهم المطعم ده نروحه؟ حلو لانه ايه؟ لانه ايه؟ انا مخي ماشي على الحبل دلوقتي، مش يعني ارد ولا اقول لك لانه ايه فانت تقول انه حلو. لانه ايه؟ لانه حلو. ما تقول لانه حلو. يقول لك لا حلو لانه. طب هنكلم احمد يجي معانا. مشغول كانه ايه؟ مشغول يا جدعان، يا جدعان ما تدوس مثلث. شوط. ليه كلنا بنرجع للجون مش عارفين نطلع بجمله حلوه بس عشان حلو لانه كانه فيسعد ربك. خد بقى انت ايه، البس انت الحاد بقى عشان بسببه.
قلت لها انا علي من مصر. فهتفت هتاف وصياح وحاجات ما فهمتش منها ولا كلمه، لا هو عربي ولا اردني ولا شامي ولا روسي، ولا مش فاهم انت بتقولي ايه اللي بيحصل، مش فاهم ولا حاجه. جاء الويتر اللي انا كنت مستنيه بقى لي ساعه الا ربع اصلا اشرب حاجه. قلت له يا عم والله ما، قال لي انت بتعكسها ولا ايه؟ قلت له يا عم والمصحف ابدا. انا قاعد لقيتها بتبعت لي بوسه في الهواء، فقلت لها انا، قالت لي اه انت وبس التاني. قال لي انت من مصر؟ هو يا جماعه ليه من مصر بقت رمز للجهاله؟ ليه؟ مش احنا بتوع الاهرامات والمشترك التركي؟ ايه اللي حصل؟ قلت له اه يا عم من مصر. قال لي لا استنى عملت لك كده؟ قلت له اه. قال لي دي معناها لا. يعني يا اصدقائي الصغار، لو تفتكروا من ساعه وشويه كده لما انا قلت لكم انا واقف هنا بالاماره، الله يرحمني ويحسن لها، كنت عايش وسطكم بقول الكلام ده، لما كنت لا انا تقول لي لا، والمصحف انا، والمصحف لا، وانا كل جاهز للجماع بس لا، ابوس ايدي وش وضهر، ابوس نفس السيلفي بقى ونخلص. ففهمت ان انا في مأزق. قلت له بقول لك ايه، اسمع، انت عارف ان انا مش قاصد وفاهم غلط صح؟ قال لي مظبوط. قلت له اسعد الدين. بشكركم جدا جدا، ده كان وقتي، الف الف شكر. شكرا. شرفتوني ونورتوني، الف الف شكر، الف الف شكر. يا رب تكونوا انبسطتوا، ربنا يحل ايامكم. ممكن اخد معاكم صوره؟ ممكن اخد معاكم صوره؟ يلا بينا.